يسلم لشهاب، لبركات تاني على حدود المنطقه. ادي شهاب، بركات يلعب العرضيه، وجده جده اللي بيظهر ويغيب على فترات بعرضيه جميله من اقدام بركات يحرز الهدف الاول للنادي الاهلي، واحنا في الدقيقه 31 من احداث الشوط الاول واللقاء. يبقى اول اهداف اللقاء براسيه جده، في العدد بان لنا اكتر. اتلعبت الركنيه على القريبه كده لمحمد بركات، لعبها عرضيه جميله، طلع جده لوحده تماما يضعها على يمين ايهاب كمال، ولكن لا يسال عنها ايهاب كمال حارس مرمى الجندي في العرضيه اللي فاتت. حطها حلو على يمين ايهاب كمال عشان يقدم بهدف لجده في الدقيقه 31. وهجمه اهلاويه في نص ملعب الجندي، حسام عاشور يحطها البركات داخل المنطقه. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، بركات على طول بخبره السنين بلمسه على طول واحده كده يحطها لجده اللي يضع الهدف الثاني في الدقيقه الثانيه من الوقت المحتسب بدل من الضائع. جميله والله، ايهاب كمال عمل عليها مجهود، ولكن خبطت في القائم ودخلت عشان يبقى الهدف الثاني لمحمد ناجي جده، والهدف الثاني للنادي الاهلي في الدقيقه 47 من احداث الشوط الاول واللقاء. ولكن انطلاقات بركات هي اللي بقول لحضراتكم يعني من منتصف الشوط كده، تحركاته العرضيه وانطلاقاته بتعمل مشكله لاي خط ظهر، لان الراجل سريع بيقدر ان هو يقطع بعرض الملعب كويس. مرتده اهلاويه، اينو يحطها حلوه لشبانه، شبانه يا سلام يا هاب يا كمال، ولكن ضربه جزاء. والله الراجل لعب على الكوره، ولكن كابتن عادل عقل شاف فيها ضربه جزاء. شمال سعيود ولا ايهاب كمال؟ سعيود يحطها حلوه عكس ما الكتاب بيقول، هو اشول الراجل حطها فعلا على شمال الجون عشان يبقى الثالث الاهلاوي، واحنا في الدقيقه كام؟ في الدقيقه 39 من احداث الشوط الثاني. 3 الاهلي لا شيء الجندي. ضربه جزاء احتسبها عادل عقل في اللعبه اللي فاتت، واعتراض من الجهاز الفني والاداري خارج الملعب على ضربه الجزاء. تتلعب الكره توصل لهشام، فنص على هشام تاني للجندي يطولها عند الصغير، ولكن تشتيت من دفاعات الاهلي. غدار يا سلام يا غدار يا سلام، ولكن خطا قاتل من ايهاب كمال، وقف فيها المفروض يطلع الرابع الاهلاوي. تفكير كويس والله من غدار، ما وقفش على التسلل، راح في الدقيقه 41 عشان يحرز الرابع الاهلاوي محمد غدار، ولكن تعامل مع الكره بشكل جيد غدار. هدف رابع، لعبها كده من فوق ايهاب كمال على طول، اللي اتاخر في الخروج يسال عنها ايهاب كمال في اللعبه دي. الكره مع الجندي في نص ملعب الجندي في الدقيقه 39 من الشوط الثاني، والرابع لغدار في الدقيقه 41. وادي شكري والخامس في الدقيقه كام؟ في الدقيقه الرابعه من الوقت المحتسب بدل من الضائع. يبقى الدقيقه 48 او الدقيقه 49 تشهد هدف لشكري عشان يبقى الهدف الخامس. عدى كويس شكري، غير اتجاهاته في الاعاده، نشوف بقى المهاره، دخل جوه المنطقه وسدد على طول عشان يبقى الخامس الاهلاوي باقدام احمد شكري. لسه بقى 5، ادي الخامس لسه كنت بقول لحضراتكم اهداف اهلي. كابتن طلعت منصور واقف